هلو، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طبعا اليوم اخر يوم بالعطلة، بكرة رح تبلش الجامعة، بكرة عندي اول محاضرة، فحبيت هيك اخدكن بيومي ورجيكن شو عم اعمل، شو التحضيرات اللي عم اعملها للجامعة. لازم رتب البيت، لازم اروح اشتري اغراض من السوبر ماركت، لازم اعمل كتير شغلات، كمان لازم ادرس لانه في مواد ما درستلها كتير بالسمستر الثاني، والامتحان بيكون بالسمستر الثالث، لهيك ما درست كتير للمادة، فلازم هيك راجع شوي مشان ما اكون بالمحاضرة وما افهم ولا شيء. الفوبغايتون او التحضير للمحاضرات كتير 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 بيسهل عليكم فهم المحاضرة، وخاصة اذا انتو درستوا المحاضرة مرة لحالكم وبعدين حدا شرح لكم اياه، وبعد ما هاد الدكتور شرح لكم اياه بتراجعوه مرة تانية، وبهي الطريقة بتكونوا فهمتوا الموضوع كتير 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 منيح. شايفين هدول؟ بتعرفوا شو هدول؟ هدول مشان اذا حدا اجا لعندي يناموا على هدول الاسفنجات، ف just ignore it please. كل ما ببلش فلوج بقول انه اليوم رح احكي عن حياتي، انه ما رح احكي عن الجامعة، لانه كتير بحكي عن الجامعة انا، فما بلاقي حالي الا وانا عم احكي عن الامتحانات والمواد والحفظ وهيك شغلات. طبعا انا اليوم ما عندي ولا طلعة ابدا، بس رح اروح على السوبر ماركت، بس بحب هيك جهز حالي لليوم، اذا بدي اياه يكون يوم انجازي لازم جهز حالي. كمان بصراحة من كتر ماني متحمسة اني استخدم مسكرة بنفيت الجديدة، المسكرة لازم تعطي رموشكم كتير فوليوم، يعني كتير كثافة، فلتس تست ات اوت. واذا في منتج للرموش انا اكتر شي بحبه، مو بس من بنفيت، من كل البراندات اللي للمكياج، رح اقول باد جيرل من بنفيت. حرفيا هي الماسكارا، خليني اورجيكم اياها، هي الماسكارا بتطلع لكم الرموش من ما بعرف وين يعني حتى اذا انتم ما عندكم رموش رح يصير عندكم رموش، صدقوني. خلونا نجرب الفان فيست ماسكارا. اوكي، الشي الحلو انه الرموش ما عم يلزقوا مع بعض، انا ما بحب هذا الشي، والله حبيته كتير. كمان طلعوا الرموش ما عم يلزقوا مع بعض ابدا، واو كتير حبيت. يعني العراقيين بيقولوا للامانة، فللامانة هي الماسكارا بتجنن. شايفين اللي انا عم شوفه؟ واو زي اوكي، الماسكارا كتير عجبتني، فعن جد بنصحكم فيها، بتجنن. هلا رح احضر شي صغير مشان اكله. حاليا ما عندي كتير شغلات بالبيت بالبراد، مع انه البراد طلعوا مليان، بس ما عم لاقي شغلات اكلها، تفهموا شو قصدي؟ المهم لازم ننظف البراد كمان، طلع الشغلات اللي عفت. إذا انتو بتعيشوا لحالكم، ما بعرف اذا انا لحالي انه هي المشكلة انا لحالي عندي اياها، بس كتير شغلات عم تعفن عندي. احيانا بقول بدي اشتري شي بس ما بشتريه، لانه بعرف رح يضل عندي بالبراد سنتين ورح يعفن وبعدين رح كبه. فبنفس الوقت احيانا انه بيجي عبالي شغلات. المهم الحياة العزابية كتير صعبة. خلص فهمتوا الفكرة. شوفوا لي بس الرموش، وقوي. طبعا هاد الست تبعي من ترانديول، شايفين كتير بجنن. طبعا اذا بتتابعوني على الانستغرام دائما رح تشوفوا هيك شغلات، بس انتو في عالم يعني ما بتتابعني على الانستغرام، فزربة شورت يعني. العسل من سوريا، هون عنا
عنا قشطة وعسل، هون عنا لبنة مع زيت زيتون، هون عنا توست مع جبنة، وهون شوية افوكادو وشاي. حاليا انا كتير بدي بلش اطبخ هيك شغلات طيبة، لانه انا حرفيا ما بعرف اطبخ غير المعكرونة مع طماطم صوصة وهيك. لازم اعرف اليوم شو اشتري مشان اطبخ هيك شغلات جديدة، اتعلم شغلات جديدة، لانه عن جد زهقت من الاكل برا. كتير مليت وعم حس انه جسمي بده اكل جوا. المهم عم حس انه جسمي عم يقول سورياز بترجاكي، جسمي عم يترجاني مشان بلش اكل شغلات صحية. هالسمستر هاد هو الهدف تبعنا. هلا خلصت ترتيب البيت مثل ما شايفين. حرفيا راحة نفسية. لسه لازم انشر الغسيل، بس لازم اصور ستوريات اوتفيتس وهيك، فرح صورهم اول شي وبعدين انشر الغسيل مشان يكون لسه في مكان بالغرفة، لان الغرفة او البيت كتير صغير. اوكي انا هلا صورت كم ستوري ولازم هلا منتجهم ونزلهم على الانستغرام. اوكي ما خلصت تنزيل الستوريات لانه النت شوي ضعيف هون فبياخد وقت اكتر. اوكي واخيرا خلصت تصوير الستوريات وهيك. طبعا ما كنت بعرف انه رح ياخد مني كل هالوقت، كنت مخططة اني اخلص على الساعة 4، حاليا الساعة 6. لازم لسه انشر الغسيل وبعدين روح السوبر ماركت لانه كمان بيسكروا، لازم اعجل. حرفيا ما في اطيب من ريحة الغسيل. انا بحب انه ريحتي تكون ريحة غسيل جديد فريش، بدل ما ريحتي تكون اي عطر او هيك شي، يعني بفضل هاي الريحة اكتر. انتم متخيلين انه بس هدول الشغلات طلعوا كيس صغير دفعت عليه تقريبا 50 يورو، متخيلين؟ حبايبي مثل ما شايفين الدنيا عتمت وصارت الساعة 7:30. صار في تغيرات بالبلان لليوم. رفيقتي هلا على الطريق جاي لعندي لانه عندها مشكلة. قلت لها تعي لعندي نام اليوم عندي وبكره بنفيق ونروح مع بعض على الجامعة، بكره اول يوم جامعة. فهي هلا على الطريق لعندي فلازم نروح على البيت. هي بدها تقريبا شي ساعة لتوصل لعندي لانه بيتها كتير بعيد وبيتي كمان كتير بعيد. فهلا راح على البيت ننظف البيت شوي لسه اكتر لانه صار في فوضى بعد ما عملت الهول. تعبت. طلعوا ما احلاهم. اهم شي اذا بتجيبوا ورود جداد لازم تقصوها بهي الطريقة مشان ياخدوا مي اكتر، فبهي الطريقة الورود رح يضلوا عندكم اكتر لمدة اطول. واو او ماي جاد، اذا انا عم اقدر اجيب لحالي ورد كل يوم، انت مين لحتى ما تجيب لي يعني؟ you get it؟ عم بفكر حط هدول كمان هون بس كتير صغار، كتير انعشقت. اكتر شي بيعطيني طاقة ايجابية بالبيت هن البلوم الورود. Es wiederhole ich nicht nochmal, ne? Vieles oder so zu lange dauert, dann komm einfach hierher und wir bestellen uns was. Ich will unbedingt wissen, wie viele mich verstehen. Das würde mich voll interessieren.
خلوني اورجيكم شو جبت من الدي ام. العالم اللي عايشين بالمانيا بيعرفوا شو الدي ام، محارم لازاله المكياج. انا ما بشيل فيهم مكياجي بس احيانا بيلزموني بالبيت. علكه للسياره، هدول الاثنين لتنظيف الاسنان. هدول هيك بيجوا مثل فراشي وهاد خيط. جبت فيتامين دي لانه نحن العالم اللي بشرتها شوي غامقه، اللي كانوا عايشين بالبلاد العربيه واجوا لهون على المانيا ما عم يقدروا ياخذوا الفيتامين دي من الشمس، يعني لانه بشرتنا فيها ميلانين اكثر. مثلا الالمان بشرتهم افتح، فلهيك بيقدروا ياخذوا الفيتامين دي. وبالبلاد العربية من كثر ما عنا شمس، جسمنا سبحان الله فيه كتير ميلانين مشان يحمينا من الشمس، عرفت كيف؟ فنحن عم نجي على البلاد الأوروبية، انه مو بلدنا، مو البيئة اللي نحن عايشين فيها، لازم الواحد ياخد فيتامينات. وانا عم لاحظ اخر فترة اني كتير تعبانة، ماني نشيطة، ما في نشاط، ما في طاقة، فلهيك عم حاول اني ركز على فيتاميناتي. لهيك جبت كمان فيتامين بي سي ودي كمان. هدول رح اخذهم كل يوم، وهدول رح اخذهم بالاسبوع مرة. بدي اشوف اذا طعمها طيب. اوكي هيك بكفي. طيبة. جبت معجون الطعم اللي بيجي بعده مو طيب. المهم جبت معجون الاسنان، هذا هو احسن معجون للاسنان، واقي الحراره لشعري، فجبته من كاتريس. جبت شاي مانجو، هاد اطيب سناك. طبعا هدول للاولاد الصغار بس طعمتهم كتير طيبه. اوكي جهزت لإلي ولرفيقتي هيك كم شغلة بسيطة، وهلا بس تجي لانه هي قالت لي انه كتير جوعانة. اذا هذا كان فلوج اليوم، بتمنى من كل قلبي انه استمتعتوا فيه. خبروني اذا بتحبوا هيك شغلات، خبروني شو شغلات اللي بتحبوها، خبروني شو شغلات اللي حابين تشوفوها. كتير 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 رح افرح اذا حطيتوا لايك على الفيديو، وكمان اشتركتوا بالقناة، وكمان تابعوني على الانستغرام لانه هنيك بنشر لسه شغلات اكتر. وبشوفكن بفلوج جديد. باي.